مرحبا بكم. بالنسبة لأهم الأخبار التي تصدرت اليوم الصحف الهولندية وأيضا الصحف البلجيكية ليوم السبت 8 أبريل، وأهم ما جاء فيها: تم تسريب وثائق مهمة من وزارة الدفاع الأمريكية تخص حرب روسيا وأوكرانيا والخطط التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف الناتو مع أوكرانيا لشن هجوم مضاد على روسيا. وهذه الوثائق تم نشرها على منصات تويتر وأيضا تيليجرام. من بين هذه الخطط وهي تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية بأسلحة متطورة، وأيضا تدريب جنود الأوكرانيين، وأيضا تاريخ شن هذا الهجوم على روسيا وحجم الإمدادات وأيضا الخسائر التي ستنتج عن هذا الهجوم المضاد. بالنسبة للدفعة الأولى من الأسلحة التي سيتم تزويد بها أوكرانيا في الأسابيع القادمة هو 250 دبابة من طراز الحديث وأكثر من 350 مركبة ميكانيكية، وستتم أيضا تدريب وإضافة ما يقارب 5000 جندي. كما صرحت صحيفة نيويورك تايمز عن أول اختراق للأجهزة الروسية للمخابرات الروسية أصبح معروفا منذ بداية الحرب. وتزعم الصحيفة أن بعض الوثائق وصفت بأنها سرية للغاية، فيها معلومات مهمة تخص هذه الحرب التي شنتها ليست أوكرانيا على روسيا، وإن مفتعلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لكي تدخل في صراع مع روسيا بأوكرانيا. وأيضا بعض الوثائق تخص فلسطين، وبعض الوثائق تخص الأردن. هناك وثائق سرية للغاية تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كما قلت تيليجرام وأيضا التويتر، فيها معلومات سرية جدا تخص هذه الحرب. لننتقل إلى خبر آخر. بعدما زارت رئيسة التايوان البارحة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الصين تقوم بإرسال سفن حربية وأيضا طائرات حربية لمناورة عسكرية لمدة 3 أيام. تحلق طائرات حربية فوق سماء تايوان، وأيضا السفن الحربية تقترب من التايوان لتقوم الصين بإرسال رسائل غير مباشرة للتايوان وأيضا للولايات المتحدة الأمريكية، وتقول فيها بأن الصين تستعد أو تستطيع في أي وقت غزو التايوان. لننتقل إلى خبر آخر. 20 مهاجر سري لقوا اليوم حتفهم في السواحل التونسية وإنقاذ 17 آخرين. حاول المهاجرين الوصول إلى إيطاليا عبر بحر الأبيض المتوسط قبال منطقة صفاقس الساحلية شرقي تونس. أنقذ حفر السواحل 17 شخص كانوا على متنها، 2 منهم في حالة خطرة و20 شخص لا زالوا مفقودين. الأشهر 3 الأولى من هذا العام تم إنقاذ 14,000 مهاجر سري كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا من خلال عبور من تونس إلى إيطاليا. الأسبوع الأخير من شهر مارس غرق 6 قوارب في هذه المنطقة، مما أسفر على مقتل عشرات من المهاجرين السريين. نتمنى لهم الرحمة وعزاؤنا لعائلتهم. لننتقل إلى خبر آخر. اليوم شرطة أمستردام اعتقلت مراهق يبلغ من العمر 16 سنة بعدما قام الليلة البارحة بطعن طفل يبلغ من العمر 13 سنة. البارحة ذلك المراهق كان هاربا أو كان فارا. اليوم الشرطة مدينة أمستردام اعتقلته في هذا الصباح وسيقدم للعدالة في هذه الجريمة. لننتقل إلى خبر آخر أيضا يخص الإيران. عشرات من الفتيات في المدارس الإيرانية أصيبن بتسمم بعدما أكلوا وجبة الغذاء التي تقدم في المدارس، وتم نقلهم إلى المستشفى وبعضهم في حالة خطرة. وهذا أيضا حصل في الأسابيع الأخيرة، نفس الشيء، أصيب عدد كثير من الفتيات في هذه المدارس بالتسمم، وممكن أن يكون هناك أشخاص يقومون بهذه الأفعال تعمديا بسبب مشاكل الحجاب، وأيضا الفتيات التي لا يرتدن الحجاب في إيران ويقومون بهذه الأفعال الإجرامية ويقومون بتسميم هذه الفتيات. هذه هي أهم الأخبار التي تصدرت اليوم الصحف الهولندية وأيضا الصحف البلجيكية. شكرا لكم على المشاهدة، أتمنى لكم ليلة سعيدة إن شاء الله. غدا
مع أخبار جديدة، والسلام عليكم.